يا سلام. شنو نحتاج طبخ البنية؟ بهارات صحيحة، مع ثوم كذي، فصوص ثوم، ورق غار. عندي بصل كمية كبيرة، البنية يحتاج لها بصل كمية كبيرة. تابعوا وياي الطريقة سهلة ولذيذة. معجون الطماط والطماط راح اقول لكم شنو اسوي فيهم، سهلة، طريقة عملية سهلة جدا. تابعوا وياي البنية السهلة اللذيذة واللي توكل على مزاج. اول شيء تحطون البصل في المقلة. ليش؟ ابي يصير اشقر كذي، اشقر في شقار. اذا حسيت انه ينشف البصل زيدوا ماي. طبعا البصل ما يحتاج الى ماي من اول شيء، لانه في ماي راح ينزل ماي. اهم شيء تشقرون البصل، خلونه اشقر غامج. بعدين اعلمكم الطريقه اللي بعدها سهله ولذيذه. تابعوا. شوفوا البصل بسرعه يشوقر، لا تحط عليه ولا شيء الحين. اذا يحتاج له ماي حط عليه، حط عليه ماي. ما يحتاج ماي لا تحط. ترى البنيه يحتاج لها شنو؟ بصل واجد. تسوي بنيه لذيذه. تابعوها، رويانه وحلوه وشتويه، شيء لذيذ، شيء لذيذ. تابعوا وياي. شوف كله ماي، والله ما ضفت عليه ولا شيء، خلاص كله يطلع الماي. تشوفون؟ طبعا انا زايد النار. اهم شيء انكم ما تزيدونها عاد حيل، لا وسط ولا اقل من وسط. اذا صار باللون هذا تحطون البهارات، اي نوع بهارات بس تكون غامقه شوي، عشان تحطوا فلفل اسود، كمون، بهاراتكم. اهم شيء غامقه، وبعدين تحمسونها. اول شيء اذا بتسوي البنيه تاخذ الشحم تحمسه لما يطلع دهنه، اللي هي الشحم، الودج، اللي هو، وتحمس لما يطلع دهنه. تشوفون؟ ترى تعطي نكهه حيل. حررنا الجدر مع الشحم. تحطون اللحم الطريقه هذه، لحم فريش ما يحتاج لاي دهن، اي زيت. خلوه يتحمس على كيفه. تحمسون اللحم شوي بدون اي اضافات. تحمسونه شوي. شو تسوون بعدها؟ شوفوا ابي كذي محمش. عقب ما حمست اللحم، ثوم، صوص ثوم وبصل بالطريقه هذه تقصونها، ورق غار، بهارات صحيحه، وتكبونه على اللحم. خلونه شوي يتشبع من ريحه البهارات الصحيحه والبصل والثوم. خلونها شوي، بعدين تحمسون. عقب ما حمست خلطت الخلطه هذه مع بعض، سكر عليه شوي ويتحمس شوي، وبعدين يعني 5 دقائق 3 دقائق. صار لي حمسته، حطيته بالخلاط واحط عليه شويه معجون طماط.